السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنا عاود غنشوفوا هاد السي المدرب ديال تنزانيا شنو خرج بداك التصريحات المتناقضة والمنافقة. صرح فيها لذاك الصحفي ديالنا ديال المغربي، صرح بواحد التصريح كيشكر فيه المغرب وكيشكر فيه هذا وحنا اخوه وحنا هكا، ومن بعد 24 ساعة كيتقلب 100%. صرح بان حق المغرب الكولاسه وكان هادي وكان هذا وكان هادي. ونستمعوا التصريحات ديال هذا المدرب، هذا الكرغلي، هذا اللي مازال واخا بعد على هكا مازال لاصقين في المغرب. نسمعوا التصريحات ديالو. نرحبوا بكم خوتنا، وكما نقول لك دائما بالفرح والسرور. يعني حبيت باش نوجه رساله للاصدقاء والاحبه يعني كل في المغرب، باش نقول لهم ان شاء الله ربي يوفقنا الكل، كالمنتخب المغربي، المنتخب الجزائري، المنتخب التونسي ايضا. ان شاء الله تكون مربوحه علينا الكل هذه كاس افريقيا، وحنا نتعلموا مع الكبار كما نقولوا دائما، وان شاء الله ربي يسهل على كل واحد. لا والله انا في رايي الخاص نعزف بالنتيجه، ولكن تعرف قوه الاتحاديه تاع رسم المنافس تاعنا، راهم قوه الان في افريقيا، قوه ضاربه يعني بكره القدم. والانسان كل واحد وقته. احنا حبينا نلعبوا مثلا على الساعه 2 زوالا، نلعبونا هما 10 تاع الليل ولا 8 تاع الليل. هما الان هم اللي يعني كما يقولوا راهم يسيروا في الامور تاع الكره تاع افريقيا. واش تحب نقول لك، انا نتبعوا، احنا من المتتبعين الان. وعدنا في البلد فرض الكلام، فرض يعني راهم الان يفرضوا نفوسهم، فهم؟ هذه الامر ما عندك وديروا له الحاكم ايضا يفرضوا هما، يختاروا هما. لهذا راح تلعب يعني ضد منتخب كبير، وتلعب ضد امور اخرى الخفيه، فهمت لي، تاع كره القدم. ايوا سمعتوا التصريح ديال هذا المدرب الفاشل. هو مدرب فاشل وبغى يقلب الفشل ديالو على المغرب. يعني غنتقابلوا معاه نهار الاربعاء ان شاء الله في 6 ديال العشيه. قال لك بان المغاربه ماشي غير كره، كاين هناك كولاسه، وكاين هناك تدبيرات في الخفاء، وكاين هنا اوجد على كرعيك وعلى رجليك. المنتخب المغربي بزاف عليك، ما يحتاجش لهذا الشيء. وكان عنده الكولاسه وعنده هكا كاع ما قام بيا ما تقولوش ما لعبش معاك ذاك الماتش اللي كانت انسحبت. كان رغمها باش كان عندنا الكولاسه وعندنا هذا، كان رغمها انسحبت ومشينا حتى تما وعاد لعبنا وكان احسن. ودابا جاي انت عاد في التالي وخدام كتقول لك ها المغرب في الاول صرحتي ذاك التصريح بان حقا حنا خاوه وحنا المغرب وحنا كنشكر هذا وهذا وسلام الحار لهادو. ومن بعد 24 ساعه فاش سولات ذاك قاد الجزائريه انقلبتي 100%. ها شنو هذا، وكانت الكولاسه، وكانت ان كنا غنلعبوا ذاك الماتش مع المغرب ديال تنزانيا اللي غلبناكم ب2-0. كنا غنلعبوه في الظهر وساعه داروه في 8. شنو هو الفرق ما بين الظهر وما بين 8؟ علينا وعليكم بحال. شنو الفرق ما بين ان المغرب حقا والقجاع هو اللي دبر المسائل باش نلعبوه في 8؟ داك الشيء راه شغلبونا. واش انت ما كتعرفش تدرب؟ انت مدرب فاشل وكتقلب المسائل ديالك على المغاربه. المغاربه داروا لنا، فعلوا لنا. في الاول كتصرح الاخوه في التلفزيون كتصرح الكواليس، ها ما كاين هكا، وكنا غنلعبوا في الجزائر، والكولاسه عاود كذلك. حنا عاود ما خليناكش تلعب في الجزائر، حنا قلنا لك ما تلعبش. هذيك اللي ما بغاوكش تلعب في الجزائر تما ما حاملينكش تلعبهم كاع في الجزائر. ذاك المنتخب التنزاني ولا ذاك المنتخب ديال هذا قال لك بعد منا كنت غنمشي للامارات عاود كذا، وانا نفضل نمشي لمصر. درب فين ما بغيتي، فين ما هذا كان اولى حقا خصو قال لك يدرب في الجزائر. الجزائريين هما اللي ما بغاوكش، هما اللي رفضوك، ماشي ديالنا حنا. كيفاش درتي لها نتايا؟ هما جلاوك وقدام كتحمل المسؤوليه على المغاربه بان الكولاسه حقا، ودبروك بان ماكيده ما خلاوكش تدرب في الجزائر في البلاد ديالك. انا نوجد على كرهيك. ان شاء الله نهار الاربعاء ورينا شنو غدير. عاود غنغلبوك عاود حتى هو بالكولاسه، وعاود هذه ان شاء الله. والحكام بان التحكيم حتى هو اختارهم المغاربه هما اللي كيختاروا. واش حنا كتحكموا في الكاف؟ واش حماقيتي؟ فين ما كان شي فشل كتردوا علينا.
ها هما هادو، ها هما هذا. ونزيدكم حتى الجمهور دابا ديالهم ديال الجزائريين منعوه تما من بعض المباريات باش ما يتفرجش في شي مباريات تما، لان الجمهور شافوه مشاغب. شوفوا الفرق ما بين الجمهور والجمهور، شو ديالنا كيماشي تبارك الله بالمسائل وهذا منظم ولقى الاستقبال اللي لقى، والجمهور ديالهم كي داير غادي بداك تفرعين وداك التفازات ديالهم. فين ما كان شي فشل كيردوه للمغرب. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انت مدرب فاشل ما قادرش، وجد كرعيك وجد الدماغ ديالك وشوف الطريقه باش تلعب بها مع المغرب ويكون لنا شرف اسيدي الا لعبتي مزيان ولعبتي هذا كذلك. هنا انا غنسميك بانك مدرب فاشل، كتلوح كل شيء على المغرب. نوض درب المنتخب ديالك اسيدي مزيان، ودرب هذا ودرب. انا عندي منتخب حقا غير ديال هاديه وديال هذا. المنتخب المغربي بزاف عليك، وحنا الكولاسه بزاف عليك. حتى الكولاسه درناها في كاس العالم اللي وصلنا حتى النصف نهائي، حنا اللي درنا الكولاسه باش وصلنا ياك. والله العلي ما يحشم. وهذو هما التصريحات اللي صرح بهم السيد المدرب عمروش الجزائري. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.